مشاهدينا الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، نسهلها بالعناوين. نيافة الأنبا باسيليوس الأول يوجه رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد. المستشفى العمومي بمدينة ميعين يسجل تقدما ملحوظا. نتائج إيجابية للدعم التعليمي المقدم لطلاب المدرسة الداخلية بمدينة أسماط. وأفداد التفاوض الأمريكي والإيراني وصلاة إسلام آباد واتصالات لبنانية إسرائيلية. كوبا تجري مناورات عسكرية مع تصاعد الضغط الأمريكي. وزعيم كوريا الشمالية يدعم مساعي الصين نحو عالم متعدد الأقطاب. أهلا بكم. وجه نيافة الأنبا باسيليوس الأول البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية رسالة التهنئة إلى المؤمنين بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنيا أن يحل العيد بالخير والبركة على الشعب الإرتري داخل الوطن وخارجه. وعرب نيافته في رسالته تمنياته الطيبة لجميع المؤمنين وللإرتريين المقيمين في المهجر، كما حث بالدعاء المرضى في المستشفيات وأفراد قوات الدفاع المرابطين في حماية الوطن. وأكد الأنبا باسيليوس في كلمته الأبوية أهمية ترجمة الإيمان إلى عمل صالح، داعيا إلى التمسك بقيم المحبة والتعاون ووحدة الكلمة والقلب والعمل بروح المسؤولية بما يسهم في خدمة الوطن وتعزيز تماسك المجتمع. كما شدد على أن الأعياد الدينية ليست مناسبة للمظاهر فقط، بل فرصة لتعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع من خلال مساعدة المحتاجين وإكرام الضيف وعيادة المرضى ومواساة الحزانة. سجل المستشفى العمومي بمديرية ميعاني تقدما ملحوظا في خدمات متابعة الحوامل قبل الولادة وبعدها، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية تطعيم الأطفال. وأوضح مسؤول المستشفى العمومي الممرض تسفو جبر هيوت في تصريح لوكالة الأنباء الإرتريا إرينا أن الخدمات التي يقدمها المستشفى تشمل الفحوصات الطبية العامة والاستشارات والفحوصات الطوعية إلى جانب برامج تطعيم الأطفال ومتابعة الحوامل. وأشار إلى أن حملات التوعية التي نفذت لتعزيز استفادة المجتمع من المؤسسات الصحية حققت نتائج مشجعة، مبينا أن عدد النساء اللاتي خضعن لمتابعة ما قبل الولادة ارتفع هذا العام بنسبة 7%، فيما بلغت نسبة وضع الحوامل أو وضع الحمل التي تمت داخل المؤسسات الصحية 58%. كما أفاد بأن تطعيم الأطفال ضد 13 مرضا يتم عبر 9 نقاط صحية مختلفة، وقد وصلت نسبة التغطية إلى 86%، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج مشجعة في الجهود المبذولة للحد من انتشار الملاريا. وفيما يتعلق بالأمراض غير المعدية، أوضح أن حالات الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم تشهد تزايدا، داعيا جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما إلى التوجه إلى المؤسسات الصحية لإجراء الفحوصات. ويوجد في مدينة ميعين مستشفى عمومي واحد ومركز صحي واحد ووحدة صحية واحدة. أفاد طلاب المدرسة الداخلية للمرحلتين الإعدادي والثانوي في مدينة أسماط أن برامج الدعم التعليمي والمتابعة المستمرة ساهمت في تحسين أدائهم الدراسي وإحداث تقدم ملحوظ في تحصيلهم الأكاديمي. وأوضح الطلاب في آرائهم أن الإرشاد الذي يتلقونه داخل المدرسة إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز قدراتهم الأكاديمية ساعدهم على تحقيق تطور ملموس في دراستهم والارتقاء بمستواهم التعليمي. من جانبه أوضح مدير المدرسة الداخلية الأستاذ أحمد عثمان أن إدارة المدرسة تبذل جهودا متواصلة لتمكين الطلاب من الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة التعليمية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الدراسي في جميع المراحل، مع تركيز خاص على طلاب الصفين الثامن والحادي عشر بهدف تحسين نتائج الامتحانات الوطنية. وأضاف أن إدارة المدرسة تعمل كذلك على تعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور عبر المديريات من أجل رفع الوعي بأهمية التعليم وزيادة مشاركة الفتيات في العملية التعليمية.
يذكر أن المدرسة الداخلية في أسماط تستقبل خلال العام الدراسي 2025-2026 أكثر من 1200 طالب وطالبة قادمون من مديرية أسماط، إضافة إلى بعض المناطق في مديرية حلحل ومناطق مجاورة، حيث يتابعون دراستهم بانتظام في المؤسسة التعليمية. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية لممثلي الصحة خلال الفترة من 6 إلى 9 من أبريل الجاري في مدينة عصب. وأوضح رئيس الفرع الدكتور علي حالو أن التدريب ركز على عدد من المحاور الصحية المهمة، من بينها أسباب وأعراض وطرق انتقال والوقاية من مرض السل والملاريا، إضافة إلى متابعة الحمل والولادة، فضلا عن آليات متابعة وتنفيذ برامج النظافة المجتمعية التي يقودها السكان. وبين أن الهدف من الدورة يتمثل في تعزيز معارف ومهارات ممثلي الصحة المجتمعية في مجال متابعة الأمراض والحد من انتشارها، بما يمكنهم من التعرف المبكر على الحالات المرضية في مناطقهم ونقل المعلومات الدقيقة إلى الجهات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي كلمة ختامية أشار حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتهي إلى أن الإقليم بحكم موقعه الحدودي مع عدد من الدول المجاورة يكتسب أهمية خاصة في متابعة ومراقبة الأمراض العابرة للحدود، مؤكدا أن دور ممثلي الصحة المجتمعية يظل عاملا حاسما في جهود الوقاية والسيطرة على هذه الأمراض. أكد المدراء وكبار الأعيان في ضاحيتي الحازين وكمهولة بمديرية فورو أن توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية خلال السنوات الأخيرة أسهم بصورة كبيرة في تجميع القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضحوا في تصريحات أن التوسع في خدمات التعليم والصحة والمياه، إضافة إلى خدمات الاتصالات المتنقلة، لعب دورا مهما في تشجيع السكان على التجمع في مناطق أكثر تنظيما، بعد أن كانت القرى متفرقة في مناطق نائية، الأمر الذي ساعد كذلك على تحسين الظروف المعيشية للسكان. وأشاروا إلى أن طريق مصوع فور المعبد الذي يمر عبر المنطقة كان له أثر إيجابي في تنشيط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وفي السياق ذاته أعرب السكان عن استعدادهم للمساهمة في الجهود الجارية للتخفيف من مشكلة نقص المياه، مؤكدين أهمية إيجاد حل مستدام لمشروع مياه لحازين. كما أوضح كبار الأعيان أن تمركز السكان في مناطق أكثر تنظيما ساعد في توفير فرص أفضل لتعليم الأبناء وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بصحة الأمهات والأطفال، داعين في الوقت نفسه إلى تطوير مدرسة لحازين الابتدائية والمتوسطة إلى مستوى المرحلة الثانوية. وتقع منطقة الحازين على الطريق الرئيسي بين مصوع وفور على بعد نحو 22 كيلومترا جنوب مدينة مصوع الساحلية. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وفي اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست إن إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار قبل انطلاق المفاوضات المرتقبة اليوم السبت في إسلام أباد. وأوضح أن واشنطن ستعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو 24 ساعة، مشيرا إلى أن السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان. ووصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع إيران، كما نقلت رويترز عن مصادر باكستانية. فيما أفادت وكالة تسنيم أن فريق التفاوض الإيراني التقى قائد الجيش الباكستاني. على صعيد متصل، قالت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي إن واشنطن تتوقع أن تكون مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران مباشرة وغير مباشرة في آن واحد. وفي لبنان، أكدت الرئاسة اللبنانية أن اتصالا هاتفيا هو الأول من نوعه جرى بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي بواشنطن وسفير الولايات المتحدة ببيروت، حيث تم التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية لبحث إعلان وقف إطلاق النار.
أجرت كوبا مناورات عسكرية بمناسبة يوم الدفاع في جزيرة لاخو فينتود، شملت إطلاق نار مدفعي ونشر دبابات حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. وأشرف على المناورات وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا الذي ألقى كلمة أمام القوات خلالها. وأعلنت هافانا عام 2026 عام الاستعداد الدفاعي، حيث تجرى مناورات كل نهاية أسبوع كجزء من استراتيجية دفاعية شاملة. وتأتي هذه المناورات في ظل تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح مؤخرا بأنه يتوقع أن يحظى بشرف السيطرة على كوبا بشكل أو بآخر، وأنه بإمكانه فعل ما يشاء مع الدولة المجاورة. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف خلال لقائه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في هافانا أن روسيا تقف إلى جانب كوبا في خضم أزمة الطاقة المرتبطة بالحصار الأمريكي. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أعرب عن دعمه لمساعي الصين لبناء عالم متعدد الأقطاب، ودعا إلى علاقات أعمق بين الحليفين التقليديين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وخلال الاجتماع قال كيم إن حكومته ستدعم بشكل كامل الجهود الصينية لتحقيق وحدة أراضيها على أساس مبدأ صين واحدة، في إشارة إلى الموقف الرسمي لبكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أوضح أيضا موقف كوريا الشمالية بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل، وقال إن التطوير المستمر للعلاقات بين البلدين أصبح أكثر أهمية في البيئة الجيوسياسية الحالية. هبطت مركبة مهمة أرتيميس 2 التي حملت 4 رواد فضاء حول القمر في مياه المحيط الهادي مقابل سواحل كاليفورنيا كما هو مخطط لها. وحسب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، اجتازت المركبة أوريون التي تحمل الرواد عائدة إلى الغلاف الجوي للأرض بنجاح اختبار درعها الحراري الذي يحمل الكبسولة والطاقم من درجات الحرارة الحارقة. وستقوم فرق متخصصة بمساعدة الطاقم على الخروج من الكبسولة أوريون في المحيط الهادي قرب سان دييغو. وحملت الرحلة أول بشر يسافرون نحو القمر منذ أكثر من 50 عاما في مهمة استمرت 10 أيام. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. نيافة الأنبا باسيليوس الأول يوجه رسالة التهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد. المستشفى العمومي بمديرية ميعين يسجل تقدما ملحوظا. نتائج إيجابية للدعم التعليمي المقدم لطلاب المدرسة الداخلية بمديرية أسماط. وفد التفاوض الأمريكي والإيراني وصل إسلام أباد في اتصالات لبنانية إسرائيلية. كوبا تجري مناورات عسكرية مع تصاعد الضغط الأمريكي. وزعيم كوريا الشمالية يدعم مساعي الصين نحو عالم متعدد الأقطاب. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.